ازاي تفكر زي الداتا ساينتست او ال AI engineer. بتشوف الحاجة اللي اتطلبت منك، بتعمل business understand، يعني بتشوف طلب العميل عايز ايه، وبتدرس المشكلة، بتفهم المشكلة كويس. تاني حاجة بتحاول تجيب الداتا بتاعت المشكلة دي، اذا كانت صور اذا كانت كلام، على حسب المشكلة اللي هو عايزها بنجيب الداتا على اساسها. تالت حاجة بنفهم الداتا اللي احنا جبناها. جبت داتا على طريقة تكست او جبتها على طريقة صور، بتفهم تقدر تعمل بيها ايه. رابع حاجة بتظبط الداتا دي وبتعملها preparation وبتنضفها. ولو فيها مشاكل بتعدلها، لو فيها حاجات ناقصة بتزودها. خامس حاجة بتحلل الداتا دي بعد التنظيف والترتيب. سادس حاجة بتموديل الداتا، معناها انك بتركب لها نموذج ذكاء اصطناعي زي الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج موديل، او اي حاجة على حسب المشكلة بتاعتنا. سابع حاجة بنعمل evaluation للموديل، يعني بنقيم الموديل. طبعا الحاجات اللي انت عملت لها، ركبت لها نموذج الذكاء الاصطناعي، انت محتاج انك تعمل لها evaluation، يعني تعمل لها تقييم عشان تشوف الحاجات اللي انت عملتها دي صح ولا غلط. تامن حاجة هي الديبلويمنت، اللي هي انك تعرض المنتج بتاعك، اذا كان على ويب ابليكيشن او اذا كان على موبايل ابليكيشن او على فلاسك او على الحاجات السهلة دي، يعني تعرض الحاجة اللي انت عملتها. تاسع حاجة هي الفيدباك، اذا كان الداتا بتاعتك قابلة للتجديد، او في الغالب بتكون قابلة للتجديد، تعمل فيدباك يعني تغذي تاني المشروع بتاعك بالداتا الجديدة عشان يبقى اذكى وافضل.